برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء الخير على مستمعين راديو برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. معكم إيناس البشير وبرنامج ورا كل باب قصة. قصة النهاردة قصة صغيرة، قصة بوسينة. بوسينة دي كانت رايحة لواحدة صاحبتها عشان تعلمها ازاي تعمل أكلة سمك. وقفت معاها في المطبخ، لقيتها بتعمل ايه في السمك؟ بتقطع كل سمكة، بتقطع راسها وديلها قبل ما تقليها. فسألتها طب انتي ليه بتقطعي راسها وديلها؟ فقالت لها معرفش، أنا بقف مع مامتي في المطبخ من زمان وبلاقيها بتعمل نفس القصة. تعالي نسأل ماما ونشوفها بتعمل كده ليه. راحوا كلموها في التليفون وسألوها، قالت لهم نفس الكلام، أنا كمان بشوف مامتي كانت بتعمل كده. طب اسألي تيتا كده يا ماما وانتي قاعدة. سألتها، قالت لها أنا كنت بعمل كده عشان المقلاية بتاعتي مش بتاخد السمكة كلها، بس يعني دي حاجة خاصة بيا أنا. فنفهم إيه بقى من القصة دي؟ إن الناس بتتوارث كل يعني حاجات كتير ملهاش أساس وبتعظمها، وهي أصلا ما بيبقوش فاهمين إيه الأساس منها أو ليه السبب اللي أنا بعمل عشانه كده. فالمفروض إن إحنا قبل ما نتوارث الحاجات دي ونعظمها ونعلمها لأولادنا وأجيال تعلمها لأجيال، المفروض إن إحنا نعرف إيه سببها، على أساس الواحد يقدر يترجمها بفكرته هو وبطريقته، وكل واحد ليه طريقة معينة. قصة صغيرة بس نفهم منها إيه؟ إن إحنا بلاش نعظم الحاجات مجرد إن أهالينا كانوا بيعملوها وإحنا مش عارفين سببها إيه. كانت معكم إيناس البشير ورا كل باب قصة.